طبقتوا المثل اللي بيقول الجنازة حامية والميت كلب. بس المرة الميت كلب بن كلب. مين اللي راح يحضر؟ مين؟ جنازة السيد. ها سيد حسن، مين راح يحضر جنازتك؟ اللي بلا كرامة؟ لك مين يتم اولادهم؟ لك مين شرد عوائلهم؟ لك مين اخذ ابنائهم على سوريا بحرب مالوا فيها وماتوا وفطسوا ببلاش؟ لا مش ببلاش. ببلاش البلاش. لك مين يتم اولاد الضاحية؟ لك مين قصفهم؟ لك مين ذبحهم؟ لك مين سوى فيهم كل الافاعيل؟ مش انت يا حسن؟ لا وبدهم يعملوا له جنازة. بالفعل العقل زينة، زينة بني ادم، بس انتوا تنابل. لك هيدي حسن اللي عمل منكم اضحوكة للعالم، صرتوا مسخرة، صرتوا مهزلة. لك في حدا ما ضحك عليكم؟ ابنائكم مشان شو ماتوا بسوريا؟ فداء لكعب صباط بشار الاسد. ليكو بشار سرق المصاري وهرب. حتى حسن وينه؟ حتى فرقة الرضوان وينه؟ وين المصاري اللي سرقوها؟ مصاري الكبتاجون وين؟ وين مئات ملايين الدولارات اللي ضحكوا عليكم وجوعوكم وقهروكم؟ وين المقاومة؟ ما انتوا هلا بعد الليطانة بعد رجعوا لك؟ لبعد الليطانة وليك؟ شو بدي احكي؟ ضل فهم فيكم، ضل خبركم، ضل احكي لكم انه الدول اتطورت، صرنا ب 2025 والعالم صار ناطح السحاب، وانتم بعدكم يا السيد حسن والسيد والمقاومة. ما مقاومة مين؟ مع اساس تروحوا على القدس رجعوكم لورا الليطاني. وبعدين انتم اللي جايين من الخليج مشان شو جايين؟ ما كان يسب الخليج؟ ما كان يسب امراءكم حسن؟ وكان يهدد السعودية وقطر والكويت ويشتموا ليلا نهارا؟ ما عندكم كرامة انتم كمان؟ انتم مذهبيين طائفيين قذرين، عقولكم فيها تبن. تبن. لك تعلموا الكرامة، تعلموا الرجولة، تعلموا النخوة. لمرة واحدة خلي عندكم موقف في مبدأ بالحياة، بس مرة. برجع بكرر، الجنازة حامية والميت كلب، ابن كلب كمان.